ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه وتسيبوا لي لايك. انا هنزل لكم اكل الاسبوع اللي انا طبخته من اول يوم السبت لحد يوم الاربع. تمام. اول يوم عملت عدس. لا، من اول يوم الجمعه لحد يوم الاربع. اول يوم عملت عدس، وتاني يوم عملت سمك. الاكل ده كله ما يزيدش عن 50 جنيه. عملت الا يوم الفراخ. عملت عدس، وتاني يوم عملت سمك مقلي كيلو الا ربع وب40 جنيه، ورز ب10 جنيه. وحاجة السلطة انتوا عارفين ان هي من تسوية يوم الخميس. فعايزين نخلي الايام يعني نخفف حمل الايام علينا وما نعقدش نفسنا. فاحنا بنعمل على قدنا. لو انت ظروفك ما تسمحش اعملي كل حد سمكية، لو انت ظروفك تسمح اعملي اكتر من كده كمان. تالت يوم يا حبايب قلبي جبت ب25 كبدة، وكل الحاجة دي كانت عندي في التلاجة من تسوية يوم الخميس. رابع يوم عملت لوبيا، كوباية ونص لوبيا، عملت لي كمية لوبيا كبيرة جدا. وعملت رز بشعرية، وجبت كيلو ونص رجول ما يعدوش ال25 جنيه. وعملنا أحلى أكل، وكان أكل زي السكر والله العظيم، ده كان أحلى يوم فعلا. وبعديها اتبقى طبق لوبيا، وعملت بقى عليهم وركين عشان الاكل ده اتبقى عندي رز وبقى عندي لوبيا. عملت عليهم طبق كده وركين عشان الاكل ده يتاكل. تمام. انا كنت جايبه فرخه وقسمتها على يومين. تمام. بصوا يا جماعه، لو الايام لو انت في دماغك تعدي الايام هتعديها، ولو في دماغك تستحملي الظروف هتستحمليها. فخلوا الايام تعدي كده بسرعه وتبقى فرحه وهنا. تاني مره عملت كبده برضو، يعني انا عملت في الاسبوع ده كبده مرتين.